ابنة بيكهام تهرب إلى الإمارات وتعلن زواجها من الأمير طحنون. في خطوة غير متوقعة ضجت وسائل الإعلام العالمية بخبر صادم قلب الموازين. هاربر بيكهام ابنة نجم الكرة ديفيد بيكهام هربت سرا إلى دبي بعد إعلان ارتباطها الرسمي بالأمير طحنون بن زايد. العائلة البيكهامية رفضت الأمر بشدة. ديفيد وفيكتوريا اعتبرا العرض مبالغا فيه ورفضا هدايا الأمير من جزيرة باسمها إلى سلسلة فنادق فاخرة إلى سيارة مرصعة بالألماس والذهب الخالص. لكن هاربر كان لها رأي مختلف. اخترت الحب لا البروتوكول، وغادرت بريطانيا بلا رجعة. اليوم هاربر تعيش حياة لا تصدق داخل أحد قصور أبو ظبي، تنشر صورا فاخرة وتبدو أسعد من أي وقت مضى. أما والدها فاكتفى بجملة مؤلمة: هي لم تعد طفلتي الصغيرة. الآراء انقسمت بين من اعتبر ما فعلته شجاعة باسم الحب ومن وصفها بالخيانة العائلية والسقوط في وهم النفوذ. فهل قرارها كان تمردا مشروعا أم سذاجة في مواجهة العالم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. فهل أنتم مع حب لا يعترف بالحدود أم أن العائلة كانت على صواب منذ البداية؟